على اساس ان هناك مجموعه من النقط، وتبقى ايضا بطبيعه الحال الساده رؤساء الاقسام والمديرين الاقليميين اذا كانت بعض الاضافات. بطبيعه الحال مدرسه الفرصه الثانيه اللي اليوم تم زيارتها من طرف السيد الوزير، يعني تندرج بطبيعه الحال يعني في اطار يعني المشاريع التي نهدف من خلالها الى الحد من الهدر المدرسي واعطاء فرصه ثانيه للشباب. اليوم كما جاء في سؤالكم عدد المستفيدين هو 50 مستفيد، وهذا المستفيدين راكم شفتوا حتى في اطار التفاعل السيد الوزير معهم، يعني تقريبا الاعمار ما بين 14 15 الى حدود يعني 20 سنه. هي اولا سيستفيدون من مجموعه من المهارات اللي كتهم اساسا التكوين الذاتي، التكوين الشخصي، ثم كذلك هذا الشيء ديال روح المقاوله، الاسبري ديال الانتربرونيا. ومباشره ايضا يعني سيتم تاهيلهم وفتح افاق بطبيعه الحال للتكوين في المجال الرياضي. ولكن ايضا عندهم فرصه اخرى، وانهم لهم الحق ايضا انهم يعني الاجتياز، يعني السنه الثالثه اعدادي حر، وايضا البكالوريا حر للحصول على الشهاده. اللي حصل على الشهاده بالنسبه للثالثه اعدادي ممكن انه يدمج بعد ذلك يعني التعليم العمومي، او انه يمشي للتكوين المهني في اطار ذيك الجسور ديال المسارات ما بين التعليم ما بين التكوين. وايضا تفتح لهم افاق اخرى لتشكيل مقاولات خاصه في الجانب الرياضي بطبيعه الحال. وهذا المشروع هو ثمره يعني اتفاقيه شراكه ما بين الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين العيون الساقه الحمراء وجمعيه تي بي افريقيا. واللي بطبيعه الحال عندنا ايضا برنامج اخر هو برامج مراكز الرياضيه صحه ورياضه، واللي الحمد لله اليوم عندنا 7 مراكز اللي يتم فيها توظيف منشطين رياضيين. اولا القضاء ما امكن تقليص يعني نسب البطاله في صفوف الشباب، وايضا يعني اعطاء اهميه للرياضه خاصه في الاوساط، يعني السلك الابتدائي. هناك ايضا اليوم تكلمت على هناك منين تكلمنا على عدد المراكز، يعني اعطاء الاولويه بطبيعه الحال لاعداديات الرياده بالدرجه الاولى باعتبار واحد نموذج جديد، واللي الهدف الاساسي منه يعني مواكبه تلميذات والتلاميذ، يعني سواء المتعثرين او غير المتعثرين، خاصه يعني في المواد الاساسيه اللي هي الرياضيات وكذلك الفرنسيه بالدرجه الاولى. وهذا الدعم التربوي سيساهم لا محاله بطبيعه الحال في تقويه التعلمات، وايضا يعني الحد وتقليص نسبه المهددين بالانقطاع عن الدراسه. تم الحديث ايضا على مخطط 2026، تكلمت على اشكال المقررات الدراسيه، وهذا الاشكال الحمد لله اليوم كان تغلبوا عليه، على اساس انه الاشكال بالدرجه الاولى يعني مثلا مدينه العيون خاصه بالنسبه للعربي والرياضيات في المستوى الخامس، ولكن اقل حده في بوجدور وايضا في طرفايه. ولكن عموما اليوم غالبيه يعني المقررات تم توفيرها. هناك خطط بديله، ولكن ان شاء الله في اطار النقاش اليوم مع جمعيه اباء امهات واولياء التلاميذ، ثم كذلك جمعيه دعم جمعيه التعاون سيتم النقاش مع جمعيه التعاون المدرسي بالتنسيق ايضا مع الاكاديميه، باش اننا نتكلفوا بالدرجه الاولى على تحديد يعني الحاجيات الاساسيه للتلميذ والتلاميذ. وسنتصل مباشره مع لان هناك اشكال اليوم خاصه في ذاك هامش الربح بالنسبه للكتبيين، اللي بطبيعه الحال ساهم يعني في تقليص هذيك، رغم على ان هناك لجان اقليميه اللي تواصلت مع يعني الكتبيين، وحددت يعني الحاجيات الاساسيه من الكتب، ولكن غادي ان شاء الله نتغلبوا عليها في القادم من الايام بالتنسيق المباشر
مع المسؤولين على مستوى المكاتب في الرباط. بالنسبه للحادثه ديال بالنسبه لجماعه فم الواد، بطبيعه الحال هي حادثه وقعت داخل فضاء المؤسسه، ولكن كما كنقولوا احنا بحجره خارج اسوار المؤسسه، واللي بطبيعه الحال تفاعلنا معها بشكل مباشر، وتم يعني تسجيل هذه الحادثه على مستوى مسار، وتفاعلت معها المديريه الاقليميه، ولله الحمد يعني حتى هناك يعني وساطه اللي مشات فيها الاسره الى عند الاب بتدخل مباشر من السيد المدير الاقليمي. الحمد لله احتوينا هذا الوضع، ولكن لنأكدوا على ان اليوم راهي المؤسسه التعليميه هو الفضاء امن، ولكن بعض السلوكات اللي هي تسجل بين الفينه والاخرى نعتبرها حوادث معزوله، ولكن بالنسبه لهذه الحادثه هي حادثه من خارج اسوار المؤسسه التعليميه. اليوم تكلمت على التحول الرقمي. اليوم التحول الرقمي يعني خاصه اليوم نتحدث عن المغرب التحول الرقمي سنه 2030، ولكن هناك مواكبه من داخل يعني المنظومه التعليميه، خاصه من خلال ارساء يعني مؤسسات الرياده بالسلك الابتدائي والسلك الاعدادي، واللي احد اهم مرتكزاته هو توفير طبيعه الحال العده الرقميه من خلال حواسيب للسيدات والساده الاساتذه، ثم كذلك يعني توفير مصلات اللي هما لي فيديو بروجيكتور في مختلف المؤسسات التعليميه. اليوم نتحدث عن 70 مؤسسه ابتدائيه و24 مؤسسه اعداديه، نتكلم تقريبا عن 77% بالنسبه للسلك الابتدائي، وحوالي 64% بالنسبه للسلك الاعدادي. هذه المؤسسات الرائده ككل، على اساس ان شاء الله السنه المقبله سيتم تعميم هذه التجهيزات الرقميه على المستوى الابتدائي وكذلك الاعدادي. غياب الاساتذه والاستاذات، بطبيعه الحال هناك مساطر يتم التعامل معها. الاشكال الذي يقع مثلا اعطيته مشكل بالنسبه اعطيته مثال بالنسبه للعرفان. والله بالنسبه للعرفان كانت واحد الحاله اللي هي حاله ديال الاستاذ يستفيد من التكوينات، ونحن اليوم في واحد المشروع ديال الانشطه الموازيه لابد ان من اساتذه مرجعيين، ونتكلم عنها ايضا احد الاخوه، اساتذه مرجعين في الانشطه الموازيه، واللي مشى تكلف على مستوى الرباط، واصبح يعني استاذ مرجعي على مستوى جهه العيون ساق الحمراء، وكذلك على مستوى المديريه الاقليميه على باب احمد. يعني كانت عندنا رخصه ولاده، وبالتالي هذه نقولوا احنا بعض الظروف اللي هي يتم التعامل معها بطبيعه الحال في اطار يعني سد خصاص بالتكليفات. ولكن لا اخفيكم سرا ان هناك تطبيق ايضا بالموازاه، تطبيق المساطر يعني في حق جميع يعني من ثبت ان هناك غياب غير مبرر. بالنسبه لهذه الحالات ديال النساء، احنا عندنا 69 حاله داخل جهه العين الساقه الحمراء. الحمد لله السماره راه تم يعني درنا واحد بلون بي من خلال يعني تم تشغيلهم يعني في المؤسسات، خاصه في الشق ديال النظافه. ولكن انتم تعرفوا عن الملف كامل، لانه هذه الخدمه ديال المطعم تم ازالتها 100% اعلى، لانه كان واحد المنشور ديال رئيس الحكومه اللي اعطى الدعم بطبيعه الحال المباشر للاسر، وبالتالي هذيك الخدمه ديال ماكلات يعني تم حذفها. وحنا اليوم بالمواكبه مع مختلف الشركاء. ايضا بالنسبه للعيون رانا الان ان شاء الله يعني مباشره بعد اطلاق يعني الصفقات الخاصه بالنظافه سيتم تشغيل يعني نسبه كبيره، على اساس يعني تبقى لنا واحد الفئه ديال الفئه العمريه اللي هي كبيره، هي حالاتها بالتنسيق ان شاء الله مع هذاك نشوفوا لهم واحد يعني هما حالات قليله، حتى القدره على الحركه وعلى الشغل ماكلات. ولكن احنا رانا بتنسيق مع المصالح المركزيه باش نجبروا شي حل لذوك الحالات المتبقيه. اليوم الحياه المدرسيه، تفعيل الحياه المدرسيه هو واحد المكون، والله هدف استراتيجي، وشفتوا من خلال سواء الاحتفالات بالذكرى الخمسينيه، ثم كذلك اليوم عندنا 10 مجالات وطنيه اللي تم تكونت فيها مختلف يعني الاطر الاداريه، وسيتم تعميمها والاشتغال بها على مستوى مؤسسات اعداديات الرياده بالدرجه الاولى. ولكن ايضا اليوم راه الانشطه الموازيه هي مدرجه، يعني مدرجه في يعني في جدول الحصص. وايضا باش نشجعوا هذه الانشطه يعني يتم تخصيص
ساعات اضافيه مؤدى عنها في حاله يعني انها تم انجازها على مستوى المؤسسات التعليميه. الثقافه الحسانيه هو احد اهم مكونات الهويه الوطنيه. وانتم لا يخفى عليكم على ان المنهاج ما يمكن تكلموا عنه الا بالتنسيق مع المصالح المركزيه، لان هناك يعني اللجنه العليا الدائمه للمناهج، واللي هي اللي عندها الصلاحيه التامه في هذا الان. ولكن اليوم الحمد لله احنا مبدئيا التشجيع والتعريف بالثقافه الحسانيه يعني هي مدمجه في اطار انشطه تفاعليه مباشره داخل الفصول الدراسيه، ثم وحتى على مستوى يعني انشطه الحياه المدرسيه محليا داخل المؤسسات التعليميه واقليميا. وهناك ايضا مهرجان جهوي ينظم في الداخله، واللي تتم المشاركه فيه سنويا، اللي باش نعطوا اولا الحفاظ على الهويه وعلى الثقافه الحسانيه داخل هذا المكون الجغرافي، ولكن ايضا تعريف هذاك باقي الجهات بان هناك ايضا ثقافه حسانيه تنتمي الى وتعتبر احد روافد يعني الهويه المغربيه بصفه عامه. اذا كان شيء بالنسبه للاخوان، اذا كان شيء اضافه ثانيه للسيدات والساده المديرين او هذاك، لكم الكلمه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفاعلا مع الاسئله، ربما السيد المدير يعني